السلام عليكم. احلى جمبري بيتر فلاي هتعمليه، وكمان هقولك ازاي تقصقصيه وتفتحيه، وكمان تخرجي كيس الرمل اللي فيه، وكمان هنعمل شوربة سي فود تحفة جدا جدا. حاجة سهلة جدا وبسيطة وهتعمليها وهتدعيلي عليها. معايا نص كيلو من الجمبري الشامبو، جنبهولي بقى جوز اختي. تعال نشوف بقى ايه. شكرا يا حسام على الجمبري، بجد طلع تحفة جدا جدا ودعينا لك والله. يلا بقى ايه، بصوا كده هتمسكي الجمبرية كده بالشكل ده، تبتدي بقى ايه تقصقصي الرجول اللي تحت دي بالمقص عادي جدا. الديل ما تجيش جنبه خالص، تمام، وتفتحيه من الظهر لحد الاخر، تغرزي كده المقص للاخر، تمام، يعني قبل الاخر بحاجه بسيطه بحيث ان هو ما يتقطعش منك، تمام بالشكل ده. انا بطقت المقطع هنا خالص عشان تاخدي بالك. بصي كده، ادينا كده فتحناه، كيس الرمل كده هيظهر معاكي دلوقتي. ابتدي تشيليه بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس كده. ده بالنسبه للجمبريه دي. بقى حاجه في اسماعيليه او في فايد اسمها كرابيديا، زي ما انتم شايفين كده. بمسك كده من عند الراس وابتدي اقطعها خالص، ملهاش لازمه خالص معايا. وكمان الديل من ورا ومن الجنب ببتدي كده اشيل الظهر بتاعه خالص، يعني ليها كده كفر كده بتشيليه خالص وتخلي اللحم بتاعها بس. دي بقى بنسلقها ازاي بالظبط كده، زي ما بنعمل الكابوريا بالظبط، زي ما بتسوي الكابوريا وبنقشرها كده لو هنعملها ببصل. لكن لو هتسلقيها زي الكابوريا بتتسلق بحالها، وهيبقى شكلها معاكي بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. تعالي بقى دي الكابوريا. بصي بقى، في ناس كمان بتعرفش تفتح الكابوريا وتعملها ازاي قبل ما تعمل السي فود، تمام، عشان تعملي. في ناس تعملها بحالها عادي جدا على فكره، بس عشان هنعملها في السي فود بقى بنفتحها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفه؟ تبتدي تفتحيها، بصي من تحت كده بصباعك كده، تبتدي ايه افتحيها بالشكل ده. تنضفي الجزء اللي هو الكفر اللي ده اللي وريتهولك دلوقتي دوت. هتغسليه غسله حلوه جدا وما ترموهوش عشان برضه تحتاجيه في الشوربه، تمام. ده حتى قشر الجمبري برضه مش بنرميه، يعني ممكن تاخدي كام قشره كده برضو تحطيها تزودي بيها شوربه الجمبري عشان نكهه الجمبري تبقى واضحه جدا. زي ما انت شايفه كده بقى، شيلي الاصفر ده خالص، تمام. وهيبتدي في حاجه زي الريش كده في الجنب، في الجنبين دول كده تبتدي تشيليها. انا بصي اهي اوريها لك دلوقتي اهي، دول بس تشيليهم كده بالراحه وتخلي بس الجزئين الابيض بس اللي فيه. دي بقى صوبيا كانت معايا او بسميها صبيت عندنا، تمام. بيبقى فيها كده زي المركب من جوه كده. اي قطعه اي حته كده في المكان ده تبتدي بقى ايه اسحبي كده الكيس اللي هيبقى الاسود ده اللي هو عليه الحبر ده، اللي عليه الحبر الاسود زي ما انت شايفه كده. بصي ده كله هيتشال كده ملوش لازمه معايا. هياخد بقى، بصي الجزء ده كده، شايفه؟ ايوه، بصي بقول لك انا هو الجزء الاسود ده هتضغطي على اي حته فيها بصباعك كده. بس يمكن انا اللبس معايا كان مضايقني، لكن الدنيا تبقى تمام دلوقتي. بصي زي ما انت شايفه كده. بصي هي على فكره سهله جدا جدا، بس عشان لابسه جلافز هو اصلا شايفه السحبه دي بس كده. هو ده الصبيط اللي يطلع معانا. تبتدي بقى تقطعيه قطع صغيره وتدخليه مع شوربه السي فود، او حتى تعملي طاجن لو هي كميه معاكي. وحتى الرجول بتاعته برضو بتتقشر زي كده او بتتسلت زي كده، تمام. هاتي بقى التتبيله بتاعتنا. يلا بقى هاتي معلقتين من زيت الزيتون او حتى الزيت العادي، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح. وده كله طبعا حسب الكمية اللي عندك. انا كمية عندي صغيرة نص كيلو بس مش اكتر، تمام. وهحط معلقة صغيرة مليانة كده من الثوم المفروم، وكمان حطيت معلقة كبيرة من المستردة. قلبي كل الخليط ده مع بعض كده، وكمان عصير ليمونتين، تمام. لو مش حابة تحطي ليمون براحتك، او عايزة تحطي مثلا ليمونة واحدة برضو تمام يمشي. وهبتدي بقى اغطس الجمبري كده واحده واحده جوه الخليط دوت، واسيبه على جنب كده لحد ما اخلص. مثلا بعمل سلطه، بعمل اي سلطات جنبها، بقلي سمك، ايا كان بقى اللي بعمله لحد ما تتبل شويه. يعني ما بتتبلش كتير، الجمبري بياخد النكهه بسرعه جدا جدا وما بيعذبكيش خالص، حاجه كده قمر. هاتي بقى الطاسه، حطي فيها معلقه من الزبده وعليها معلقتين من الزيت كده، وابتدي بقى تنزلي الجمبري على الجزء المفتوح زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. في الجزء المفتوح تبتدي كده ايه تنزلي الجمبري عليه. وكمان معلومه كده مهمه جدا، ما تطوليش خالص على الجمبري، ما بياخدش وقت نهائي، يعني على ما اخلص بس
يعني تكمله الجمبري كده في الطاسه، بس كده ابتدي اقلبيه على الجنب التاني. برضو الجنب التاني ما بياخدش حاجه خالص، برضو يا دوبك اقل من دقيقه تروحي برضو خلاص خد لون كده، تروحي مطلعاه على طول. ليه بقى؟ عشان لو سيبنا الجمبري اكتر من اللازم بيجلد وبيبقى بجد طعمه مش حلو. تمام. يبقى هنا بقى بصي شايفه اللون بقى عامل ازاي؟ هنا بقى اطلعه على طول، مش هستنى عليه. اطلعه مكان الجمبري كده. هناخد بقى البهاريز بتاعته دي الجميله دي، وبعد ما شلناه من الطاسه بالشكل دوت هننزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. تمام كده، بمجرد بس ياخد كده لون بسيط. هنزل بباقي الخلطه بتاعتي اللي لو اتبقت معاكي، ما اتبقتش خلاص عادي جدا، بس هي تحفه جدا فما تستغنيش عنها. انزلي بقى بكوبايه ونص من الحليب بالشكل ده، ومعلقه كبيره كده من الكريمه اللباني، ودي على فكره مهمه جدا عشان تديكي تيست عالي جدا في الباتر فلاي. وما بطولش خالص، بمجرد مساحه الكريمه اللباني على طول انزلي بالجمبري ورجعيه للطاسه. تمام. الموضوع كله مش هياخد منك اقل من 10 دقايق، اقل من 10 دقايق وهتكوني خلصتيه بالشكل ده. بس غلوه واحده بس واطفي عليه. يلا بينا هنعمل شوربه السي فود. معايا معلقتين من الزيت، معلقه صغيره كده من الزبده، نزليها بتدي تيست عالي جدا جدا للسي فود. وبصله مقطعه صغير كده ابتدي نزليها، وعليها معلقه صغيره من الثوم المفروم ابتدي حطيها. ويدوبك بس البصل بيدبل معايا وتبتدي تنزلي بالسي فود معايا كده، الكابوريا والسبيطه وقشر الجمبري. الجزء اللي احنا سيبناه من الكابوريا اللي قلت لكم عليه نزليه، وكمان كام كمبريايه كانت معايا كده بيبي صغيره نزلت بيهم، وابتدي بقى بالشكل ده تقلبيهم وتغطيها وتسيبيها حوالي من 5 ل6 دقايق كده. تمام، لحد ما تقصر خالص كده، وبعدين تبتدي تنزلي بالميه المغليه. واول ما تقصر وتبتدي تقل خالص كده ابتدي بقى انزلي ميه مغليه لحد ما تحتاجي يعني الكميه اللي انت محتاجاها. يعني طبعا كل ما بتقللي الميه بيبقى افضل عشان تديكي الدسم كله الموجود في السي فود. وقبل ما تطفي على طول بتحطي معلقه الكريمه اللباني، وبالشكل ده هنقدميها. اللهم بارك عليها. ولو حابه تضيفي شويه من الشبت عليها وهي على النار حطيها، لكن انا بضيفهم في الاخر خالص بعد ما بقدمها بالشكل ده. ولو استفدتي حاجه من الفيديو اتمنى تعملي شير وتعملي لايك وتحطي كومنت لطيف منك. مع السلامه، اشوفك في فيديو جديد.